أهلا بيكم يا جماعة. عارفين الإحساس لما تقوم من السرير عشان تجيب حاجة وبعدين توصل المطبخ وتنسى أنت كنت رايح ليه أصلا؟ فتقف كده تبص في التلاجة تقول لنفسك طب يمكن كنت جعان، وبعد 5 دقايق تفتكر إنك كنت رايح تجيب الشاحن اللي أصلا في الأوضة. مبروك يا نجم، دماغك لسه عامل تحديث جديد في الخلفية. الناس أول ما تسمع فرط حركة وتشتت انتباه تتخيل طفل بيجري في الفصل مش بيقعد على الكرسي والمدرس بيزعق له. لكن المفاجأة يا سيدي إن حوالي 5% من البالغين عندهم ADHD بس بطريقة مختلفة شوية. مفيش جري في الممرات بس في جري في الأفكار. مفيش شقاوة في الفصل بس في دماغ مش عايزة تسكت. ADHD عند الكبار بيبقى زي متصفح الإنترنت مفتوح عليه 47 تاب، وكل تاب بيشغل فيديو يوتيوب لوحده، والدماغ بتحاول تسمعهم كلهم في نفس الوقت. الدماغ البشرية يا جماعة شغالة بنظام كيميائي حساس جدا، وفي حاجتين مسؤولين عن التركيز: الدوبامين والنور أدرينالين. لو نسبهم مش متوازنة الدماغ مش بتقدر تنظم أولوياتها، فتبدأ تتعامل مع كل حاجة كأنها مهمة بنفس الدرجة: البريد الإلكتروني، صوت التكييف، الفتحة اللي في الجورب، والمستقبل المهني كلهم في نفس القائمة. وده اللي بيخلي اللي عنده ADHD يحس إنه مش قادر يدوس فرامل ولا يمسك دركسيون، دماغه دايما عايشة في زحمة فكرية. يعني مش لازم تبان زي الأطفال، مثلا بدل ما تبقى بتجري في الفصل تبقى بتفتح كل 10 دقايق الموبايل وانت بتشتغل. بدل ما تنسى الواجب تنسى الفاتورة أو ميعاد الاجتماع، أو إنك أصلا كنت عندك اجتماع. بدل ما المدرس يزعق لك تبقى مراتك أو مديرك بيقول لك أنت ما بتسمعش اللي بنقوله ليه. الكبار اللي عندهم ADHD مش أغبياء ولا مهملين، بس دماغهم بتشتغل بطريقة تانية، زي كمبيوتر جبار بس الرام بتاعه دايما مليان. يعني ممكن ما تكونش بتتحرك كتير، لكن دماغك هي اللي عندها فرط حركة، تفكير مستمر، قلق، ملل سريع، انفعالات لحظية، وعقلك دايما بيقولك طب وبعدين طب وبعدين طب وبعدين. تخيل ان عندك موتور في دماغك مش بيعرف يطفي، حتى وانت نايم عقلك بيكمل الحلقة لوحده. في الشغل كارثة، تبدأ مشروع بحماس مجنون وبعد ساعتين تفقد الاهتمام، تقول انا هبدأ النظام ده من النهاردة وبعد ساعتين تنسى انك قلت كده. الناس تفتكر انك مش ملتزم، لكن الحقيقة ان دماغك بتحتاج تحفيز مستمر عشان تشتغل. وفي العلاقات، واحد ADHD ممكن يكون أكتر إنسان حنون ومندفع ومليان طاقة، بس في نفس الوقت ينسى المناسبات المهمة ويقاطع في الكلام ويغرق في تليفونه وهو قاعد مع حبيبته. يعني باختصار هو مش مهتم، هو دماغه اتسحبت من غير ما يحس. المشكلة إن الكبار اللي عندهم ADHD قضوا سنين بيتقال لهم شد حيلك، أنت كسول، أنت مش مركز، فبيبدأوا يصدقوا إن فيهم عيب. لكن الحقيقة إن الموضوع مش أخلاقي بل عصبي وكيميائي. الدماغ مش بتوزع الموارد بالتساوي، في مناطق بتشتغل زيادة ومناطق بتشتغل أقل، خصوصا المنطقة المسؤولة عن التحكم التنفيذي اللي هي زي مدير الشركة جوه دماغك. بس المدير ده هو كمان عنده ADHD. العلماء دلوقتي شايفين إن ADHD مش مجرد نقص تركيز، ده اضطراب في نظام التحفيز نفسه. الدماغ ما بتحسش بالمكافأة إلا لما يكون في خطر أو تحدي أو آخر لحظة. عشان كده الشخص اللي عنده ADHD ممكن يشتغل أحسن تحت الضغط، ويحب المهام الصعبة بس يزهق بسرعة من المهام الروتينية. يعني هو مش عايز يشتغل، هو بس محتاج شرارة تشغل الموتور. الحلول: واحد، افهم نفسك الأول، مش لازم تبقى نسخة من غيرك، دماغك ليها طريقة تانية في الشغل، اتعلم تستخدمها بدل ما تحاربها. اتنين، قسم المهام لحاجات صغيرة جدا، الدماغ بتحب المكافآت السريعة، بدل ما تقول هكتب التقرير قول هكتب أول فقرة، المخ بيحب إحساس الإنجاز حتى لو صغير. تلاتة، استخدم المؤقت أو البومودورو، 25 دقيقة شغل و5 دقايق راحة. المؤقت بيحس بحدود زمنية وده يشغل نظام التحفيز الطبيعي. أربعة، المكافأة الفورية، اعمل نفسك مكافأة بعد كل مهمة، كوباية قهوة، أغنية، أو حتى جولة على السوشيال ميديا بس بالتحكم مش بالتيه. خمسة، طلب المساعدة مش عيب، ال ADHD ليه علاج سواء بالعلاج السلوكي أو بالأدوية تحت إشراف طبيب. مفيش حاجة اسمها أنا ضعيف، في حاجة اسمها أنا فاهم دماغي وبتعامل معاها صح. عندك تشتت بس عندك كمان إبداع غير طبيعي، سرعة تفكير، شغف، خيال وطاقة. الناس دي عملت ثورات فكرية واختراعات مجنونة، منهم علماء وفنانين ومخترعين، بس كانوا محتاجين نظام اللي يناسبهم مش اللي المجتمع فرضه عليهم. ADHD مش عيب، ده طريقة دماغ مختلفة محتاجة بيها تفهمها مش تحاكمها. يعني يا صديقي، لو بتقوم من السرير عشان تشرب مية وتلاقي نفسك بعد نص ساعة بتعمل بحث عن تاريخ الزجاج، ما تقلقش، ده مش تشتت، ده مجرد دماغك بتدور على الإثارة. بس لو عرفت توظف الإثارة دي صح ممكن تعمل إنجازات محدش يقدر يعملها. وفي النهاية، لو دماغك زحمة أفكار ما تحاولش تطفيها، اتعلم تسوق فيها.
لأن الطريق مش محتاج دماغ فاضية، محتاج سواق فاهم العربية اللي راكبها. سلام.